اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا شوية دلع بقى. تعالوا نعمل مع بعض طواجن السعادة. أحلى طواجن ممكن تاكليها في حياتك. في المحلات بتبقى غالية جدا، هنعملها إحنا في البيت أرخص وأوفر. وهقولك على التكات اللي جايباها من قلب المحل نفسه. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا مروة. أتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة، عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا نخش بقى في الطريقة ونشوف هنعمل الطواجن القمر دي ازاي. عندي هنا على النار، هنبدأه الأول هنعمله بشاميل خفيف. عندي على النار حوالي معلقتين كبار زبدة، وعندي حوالي معلقتين كبار زيت. تمام، احنا هنعملوه هنا خفيف عشان احنا عايزينه يبقى بشاميل خفيف. هنا عندي، وهنزل عندي على الكمية دي بأربع معالق دقيق كبار. طبعا احنا عملنا مع بعض البشاميل قبل كده، وعلشان بس اللي ما شافش الفيديو بتاعي، انا بعمل البشاميل بطريقه مميزه. عشان اللي ما شافش الفيديو بتاعي قبل كده اللي كنت عامله فيه الكوسه بالبشاميل يشوف. فقلت اعمله لكم تاني علشان ايه، اللي ما شافش الفيديو يعني. تمام، نزلت عندي هنا باربع معالق دقيق. زي ما قلت لكم انا عايزاه خفيف. الاربع معالق دقيق دول هيبقوا على كيلو لبن، او يعني الكيلو ده لبن على شوربه، لبن على ميه، زي ما انت حابه. بس هو هيبقى على كيلو سائل يعني. اربع معالق دقيق. هفضل اقلب الدقيق كده لحد لما يحمر معايا وريحته الحلوه كده تطلع. وهنزل عندي هنا، انا هنا كنت عامله حوالي كيلو الا ربع لبن، وحاطه عليه كوبايه ميه. يعني السائل كده كان عندي كيلو. هنزل بيه مرة واحدة. لو نزلت بالسائل مرة واحدة استحالة يتكتل معايا، استحالة. انزل بالسائل مرة واحدة واقلب بالمضرب السلك، بيبقى عندك احلى بشاميل كريمي. تمام، هفضل اقلب معايا كده. مجرد ما خلاص اتاكد ان مفيش اي تكتلات معايا خالص، هحط عندي البهارات: ملح، فلفل اسمر، مكعب مرقة، رشة جوز الطيب بسيطة، وعندي ورق لوري، وهقلب. وتاني هنرجع نقول اللي حابب يستعمل جوزة الطيب يحطه، اللي مش حابب تمام، بس هو طعمه بيفرق خالص في البشاميل جدا. وعندي هنا معلقة قشطة. في المرحلة دي لو عندك جبنة مثلثات حطي، لو عندك جبنة موتزاريلا حطي، عندك جبنة شيدر حطي، مفيش أي مشكلة. كل لما تحطي له المكونات دي هيبقى أحلى وأغنى. تمام، قلبت معايا لحد لما تقل وعمل كده الفقاقيع اللي بيعملها دي، وهو كده جاهز معايا. انا عايزه القوام ده، انا عايزاه بالقوام ده. بصوا، بصوا الجمال، بصوا ناعم ازاي، مفيش تكتلات ولا في دقيق ولا في اي حاجه. استوى كده معايا، هجنبه على جنب. بصوا انا بوريكم كده الفقاقيع اللي بتطلع دي كده، انا بضمن عندي ان هو استوى وخلاص قوامه كده بقى تمام. يلا بينا نخش على المرحله التانية. عندي هنا مكرونه سباكيتي. سلقتها عادي في ميه وزيت وملح. وعادي بسيب فيها كده سنه بسيطه بس. لو انت حابه في المرحله دي تحطي المكرونه اللي هي الشرايط اللي هي اسمها الفوتشيني دي، او الفوتوتشيني، اللي هي الشرايط دي. تمام، برضو الوصفه بتبقى جميله. انا جربتها كده مره وجربتها كده مره، بس اوقات مش بلاقيها متوفره خالص فبجيب الاسباجيتي. عندي هنا اربع اطباق فويل. الحجم دوت بالظبط بياخدوا معايا نص كيلو مكرونه. ده نص كيلو مكرونه. لو عندك طواجن اللي هي زي البرايم كده تمام، مفيش مشكله، بتبقى جميله برضو. بس انا البرايم اللي كانت عندي او الطواجن كانت كبيره، فانا بجيب ده الطبق يعني مش غالي، ده بيبقى ب 2 جنيه يعني. فانا قسمت المكرونه كده عندي على الاربع طواجن، علشان خاطر انا هعمل كل طاجن لوحده، علشان خاطر تبقى كمية البسطرمة معايا زي ما هي. الاربع طواجن دول بجيب لهم ربع كيلو بسطرمة. نضفتها وقطعتها قطع صغيرة. وقسمتها عشان خاطر انا زي ما قلت لكم هعمل كل طاجن هيبقى لوحده، عشان كل حاجة كده تبقى مستقلة كده بذاتها كده. تمام، عندي هنا صينية او طاسة هحط فيها مكعب زبدة. مفيش زبدة حطي سمنة، مفيش اي مشكلة، بس بلاش زيت عشان الزبدة بتديها طعم.
بلاش زيت بس. تمام. حطيت هنا عندي مكعب زبدة ونزلت عليه بكمية البسطرمة اللي هي دي على قد طاجن واحد بس، زي ما قلت لكم انا قسمتها. وهنزل عليها برشة ملح بس، عفوا برشة فلفل اسمر. مش هحط ملح خلاص، انا كده حطيت الملح بتاعي في البشاميل، مش هحط ملح في اي حاجة تاني. الملح اللي في البسطرمة مع اللي في البشاميل كده خلاص هيبقى ظبط لي الملح بتاعي كده بالظبط، مش هحط ملح تاني. وبعد كده هنزل عندي بالمكرونة كده اللي انا سلقتها، وهخليهم ياخدوا تقليبه كده مع بعض، ياخدوا كده من طعم الزبده مع طعم الصوص اللي بينزل يعني الزيت اللي بينزل من البسطرمه. تمام. وبعد كده هنزل عندي بحوالي كده كبشتين من البشاميل اللي عندي ده، عشان كله كده الصوص كده مع الطعم كده يمتزج كله مع بعضه. تمام. خلاص انا كده عندي كده انا كنت مسخنه الفرن. يعني انا بصوا انا مش بحطها، هي كده كده هتبقى سخنه خلاص. تمام. انا في هنا التكه بتاعت المحل اللي انا بقول لكم عليها انا نسيت اعملها، فانا عملتها تاني، هعملها في الطاجن التاني برضه بقول لكم عليه. دي آه آه مرقه اللي هي الفوريه، او لو ما عندكيش مرقه فوريه المرقات المكعب دي يعني بفتتها كده وبحطها على الخليط لما كان على النار. انا هعملها تاني في الطاجن هقول لكم عليها عشان انا نسيت احطها. التكه دي انا جايباها من قلب المحل نفسه، والله يا جماعه صاحب المحل نفسه اللي قايل لي عليها، وهي دي فرقت جدا في الطعم. تمام. انا هعمل طاجن تاني. الطاجن التاني انا اديته الوش، حطيت على الوش بشاميل، وبعد كده حطيت موتزاريلا، وهخلي بس الموتزاريلا معايا تسيح وتاخد لون وخلاص كده، لان انا لما حطيته هنا على النار بقى سخن معايا وخلاص، مش محتاجه ان انا احطه تاني في الفرن تحت، كل المكونات كانت مستويه. انا كده عملت تاني نفس الموضوع، حطيت مكعب زبده ونزلت عليه بالبسطرمه، وبعد كده نزلت عليه فلفل اسمر، ونزلت عليه بكميه المكرونه اللي انا هعملها على قد الطاجن الواحد، وهديها تقليبه كده مجرد بس ما الريحه كده تطلع وتاخد الطعم بتاع البسطرمه. اهو نزلت عليها بالمرقه الفوريه. عندك مرقه فوريه حطي، عندك المرقه التانية افريقيه وحطي، في المرقه اللي عند العطار اللي بتبقى فوريه بتتجاب بالوزن برضو. تمام. ماشي. وبعد كده هنزل ب كبشه او كبشتين كده بصوص البشاميل. طبعا انا كده كده بديله تاني على الوش. كميه البشاميل بقى حسب ما انت بتحبيها، حباها كتير حطي، حباها شويه حطي. انا بقلل هنا في بتاع الولاد علشان خاطر هم مش بيحبوا البشاميل كتير. وبعد كده حطيت على الوش شويه بشاميل، وبعد كده حطيت جبنه موتزاريلا ودخلتها الفرن. بصوا اللون الجميل وبقت قمر. بصوا الجمال. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. بصوا الجمال. بصوا شكلها تحفه يفتح النفس. لو حد يعرف ده اسم الطاجن ده ايه يقولي في الكومنتات، علشان انا الصراحه لحد دلوقتي مش لاقيه له اسم. انا مسمياه طاجن السعاده، هو ما ينفعش يتسمى غير كده. وبألف هنا.